اتبسطت النهارده معانا في حصة مستر محمد صالح. أكيد طبعًا. إيه رأيكم في المكان وفي التنظيم؟ لأ بجد حلوين التنظيم طبعًا حلو أوي، والتنظيم حلو، وكمان المكان اللي هو حلو وواسع وكُلّه يعتبر كان شايف وهو والعدد قليل فده والعدد كان أحسن حاجة قليل، جدًا. والسعر بالنسبة طبعًا السعر كان مناسب، فده حاجة حلوة. توقعتوا إن المستر يكون بينزل معانا بني سويف؟ لأ ما اتصوّرتش لأ خالص إن أنا خالص. أشوفه على اليوتيوب ده، حاجة ألاقيه على الحقيقة بقى وكده لأ. تحبوا مؤسسة نوبل تكون بتوفر لنا مين تاني؟ أكيد جواد مستر أكيد. محمد عبد الجواد. تحبوا تقولوا حاجة لمؤسسة نوبل إن هي وفرت لكم مستر محمد صالح معانا هنا؟ طبعًا بنشكرهم جدًا، وبنقول لهم يعني كويس اللي إحنا المدرسين اللي إحنا كنا بنشوفهم على اليوتيوب دول شُفناهم على الحقيقة، والوقت طبعًا يعني وحلو كافي اللي هو يلخّص لنا المنهج ده كلّه، ده طبعًا بنشكرهم جدًا عليه. أنا انبسطت جدًا بالتجربة النهارده حقيقي. هتجربوها معانا تاني تشجعوا أصحابكم إن هم يحجزوا معانا في نوبل؟ أكيد أكيد طبعًا. طبعًا. شرفتونا. اتبسطتوا النهارده معانا في حصة مستر محمد صالح؟ أكيد طبعًا حاسة لمّتنا طبعًا كل اللي إحنا مش فاكرينه وكده، بس الحمد لله يعني اللي جاي أحسن وكده. إن شاء الله حاجة كويسة يعني، ولمّينا حاجات كتيرة برضه كانت ناقصانا وكده. إيه رأيكم في المكان وتنظيم؟ وتوقعتوا إن المستر يكون بينزل معانا هنا في بني سويف والّا إيه الدنيا؟ المكان كويس عن تجربة يعني سألنا كذا حد برضه قبل كده. أكيد طبعًا مستر محمد صالح معروف يعني وأكيد يعني كويس والتنظيم أكيد أحسن حاجة يعني. تحبوا مين يتوفر معانا تاني قريب من ضمن مشاهير الجمهورية؟ أكيد طبعًا كل الأساتذة الكبار على اليوتيوب في كل المنصات. تحبوا توجهوا كلمة لمؤسسة نوبل إن هي قدرت توفر مستر محمد صالح إن هو يوصل معانا بني سويف؟ ده حاجة كويسة مثلًا إن هي تلِم مثلًا كذا مدرس مثلًا في حاجات ناقصة تلِم مثلًا كذا طلاب بتجمّع يعني وكده. أكيد طبعًا عشان التصعيد كله أساسًا المفروض يكون ليه قيمة شوية عند الأساتذة الكبار، ويكون في اهتمام من ضمنهم يعني. شكرًا جدًا ليكم. النهارده الحصة بتاعة مستر محمد صالح كانت مفيدة بالنسبة لِك واستفدتِ إيه؟ هي كانت مفيدة فعلًا، لإن هو ركّز على النقاط المهمة جدًا في المنهج، وعارف إيه اللي بيلخبط الطالب طبعًا، فقال لي الحاجات اللي كانت بتلخبطني، يعني أنا كنت عايزة أقول له مثلًا اشرح كذا بيلخبط أو الحاجات الصعبة دي، هو يشرحها لوحده من غير ما أنا ما أطلب منه إن هو يشرحها. تحبي توجهي رسالة لنوبل إنها قدرت تخلّي مستر محمد صالح ييجي بني سويف؟ شكرًا جدًا لمؤسسة نوبل إن هي خلّت مستر محمد صلاح أنا أصلًا أول ما شُفته كنت منبهرة جدًا، يعني كنت فرحانة أصلًا إن أنا شُفته. ثانيًا بقى أنت لمّا تشوف المدرس بتاع اليوتيوب يعني live كده، فده بيخلّي فعلًا المعلومة تثبت، وهي فعلًا صوته فعلًا بيرن في وداني. وشكرًا لمؤسسة نوبل، وإن شاء الله بقى نتمنى منكم أنتم تجيبوا مثلًا جيو ماجد والمدرسين التانيين يعني. إن شاء الله، شكرًا ليكِ. مؤسسة نوبل اللي جابت مستر محمد صالح وكده، وأتمنى إني أجيب باقي المدرسين، واستفدت حاجات كتيرة جدًا، وحاجات كتيرة كانت واقعة مني عرفت ألمّها وكده بس وبجد يعني شكرًا أوي ليك. تحبي توجهي أي رسالة لنوبل إن هي قدرت توفر مستر محمد صالح في بني سويف؟ شكرًا جدًا ليكم بجد يعني لمّيت حاجات كتيرة جدًا، يعني ما فيش حاجة بقت متراكمة عليَّ تقريبًا يعني. شكرًا جدًا ليكِ. المستر شافها كويس والدنيا تمام لما كان ناقصنا حاجات ولميناها يعني. تمام كويس الحمد لله يعني استفدنا كتير كنا قاعدين يعني ملتزمين معاه والدنيا كانت حلوة وخدنا بريك وكانت حصة ممتعة يعني بصراحة. المكان بالنسبة لكم كان مريح والتنظيم، وتوقعتوا إن المستر يكون بينزل بني سويف والّا لأ؟ لا ما كنتش متوقع بصراحة بس لما جيت عرفت ان هو جيت على طول يعني كان حاجة ممتعة يعني بصراحة الشرح جميل وحاجة حلوة والمكان مريح خالص. تمام يعني. المكان كويس والقاعة كويسة والمكان كبير وواخدين راحتنا كمان والأماكن كويسة والقعدة كويسة والمظهر كويس. استفدتِ إيه النهارده معانا في حصة مستر محمد صالح؟ استفدت كتير أوي، ده غير إن هو ربط لي أجزاء كتير من المنهج وحاجات كنت ناسياها وواقعة مني، هو ربطها لي وفكّرني بالحاجات دي، ده غير إنه خلّانا نحل أسئلة الثانوية. تحبي إيه مدرسين تاني تكون نوبل بتوفرهم قريبًا في بني سويف؟ وأستاذ محمد عبد المعبود فيزيا، وأستاذ عبد الجواد كيميا، وجيو ماجد، مين أستاذ رضا الفاروق عربي، دول أمتز المدرسين بجد اللي إحنا بنحبهم ونفسنا بجد إنهم ييجوا. تحبي توجهي أي رسالة لنوبل إن هم قدروا يوفروا مشاهير الجمهورية معانا هنا في بني سويف؟ طبعًا أقول ميرسي أوي ليهم إن هم خلّوا المستر ييجي ويعمل لنا المراجعة الجميلة دي، إحنا بجد استفدنا منها، وباتمنى إن هم يجيبوا بقية المدرسين، ميرسي أوي ليكم بجد. اتبسطت جدًا طبعًا، كانت المحاضرة لذيذة وكان شرح ممتاز. بالنسبة للمكان والتنظيم، المكان كان مريح والّا حسيتِ إن إحنا محتاجين نغيّر المكان أو حاجة شبه كده؟ لا، لأ، المكان كان كبير وكويس جدًا، وكان يعني كان في مساحة جنبينا اللي هو كان كل واحد يتحرك براحته. إمم. تحبي توفّر معانا مين تاني من مدرسين مشاهير الجمهورية؟ مستر محمد عبد المعبود وجيو ماجد أكيد.
إن شاء الله. تحبي توجه كلمة لمؤسسة نوبل إن هي قدرت توفّر مستر محمد صالح هنا في بني سويف؟ آه طبعًا، يعني اللي هي كُلّ امتياز، يعني اللي هي تقدر تجيب مشاريع الجمهورية دي حاجة برضه ممتازة، وفي مكان محترم برضه مكان كبير، يعني حاجة محترمة وحاجة ترجع له كويسة. شكرًا جدًا لحضرتك. العفو. كانت جميلة جدًا واستفدت ولميت حاجات كتيرة جدًا كانت فايتاني، واستفدت منه جدًا كتير النهارده. تحبي أي مدرسين تاني تكون نوبل بتوفّرهم إن شاء الله في بني سويف؟ مستر جيو ماجد ومستر رضا الفاروق ومحمد عبد الجواد. إن شاء الله. تحبي توجّهي أي رسالة لمؤسسة نوبل إن هي قدرت توفّر مشاريع الجمهورية هنا في بني سويف؟ شكرًا ليهم بجد والله. طبعًا استفدت كتير أوي، ربط كل أجزاء المنهج وكمان نُص المنهج ده وكمان الحاجات اللي أنا كانت ضايعة منّي وكده، لا، لأ، فرقت معايا كتير أوي يعني. تحبي أي مدرسين تاني يكونوا بييجوا بني سويف قريب؟ طبعًا، يعني جيولوجيا مثلًا جو ماجد، مستر محمد عبد الجواد برضه حاجة حلوة برضه. تحبي توجّهي أي رسالة لمؤسسة نوبل إن هم قدروا يوفّروا مستر محمد صالح معانا هنا؟ طبعًا باشكرهم جدًا، جدًا على استضافتهم طبعًا وسهلوا لنا كل حاجة، إن إحنا نتواصل كمان مع المدرسين اللي على النت سهلوا كل حاجة صراحة يعني، باشكرهم جدًا، جدًا صراحة.